هلو عاملين ايه؟ وحشتني فيديوهاتنا، واوعدكم ان دي راجعه قويه جدا لليوتيوب عشان الفيديو ده فيه مفاجاه كبيره قوي. زي ما انت شايف من عنوان الفيديو هنتكلم مع بعض عن امتحان التوفل، ايه مميزاته عن باقي الامتحانات، ايه المصادر اللي تقدر تحضر منها الامتحان سواء ببلاش او بفلوس، وازاي تعمل خطه متفصله عشان تجيب السكور اللي نفسك فيه، والمفاجاه اني هوريك طريقه هتخليك تحجز الامتحان باقل من سعره الحقيقي. فمن الاخر كده الفيديو ده فيه كل حاجه انت محتاجها عشان تجهز نفسك للتوفل. يلا بينا. مبدئيا ايه هو التوفل وليه مستاهل انك تقعد تحضر له وتمتحن؟ ببساطه شديده التوفل هو امتحان موحد بيقيس قدره الكلام باللغه الانجليزيه للنون نيتيفز او غير الناطقين باللغه الانجليزيه، اللي هو زينا. بتقبله اكتر من 11500 جامعه ومؤسسه حول العالم في اكتر من 160 دوله زي امريكا، استراليا، كندا، بريطانيا. طبعا هو معتمد عالميا لو عايز تقدم في اي جامعه وهتدرس فيها بالانجلش سواء على حسابك او بتقدم على منحه. بيزود بنسبه كبيره جدا فرصه قبولك في اي شغل بالانجلش، خاصه لو في شركه مالتي ناشونال او ليها فروع بره مصر، وبيساعدك في ورق الهجره لدول زي كندا، استراليا وغيرها. في اي حاجه من دول لازم يبقى معاك التوفل، وده لانه بيقيس قدرتك على استعمال الانجليش كانك في بيئه اكاديميه. يعني بيتاكد انك تقدر تتكلم بالانجليش او تفهم حد بيتكلم بيه، تقدر تكتب بالانجليش او تقرا اي حاجه مكتوبه بيه، وبالتالي ان يبقى معاك توفل والسكور بتاعه كويس دي حاجه بتضمن للي قدامك انك تعرف تستخدم اللغه بشكل فلوينت. طيب هو ايه اللي بيميز التوفل عن باقي امتحانات اللغه الانجليزيه؟ واحد، الاكاديميك فوكس او التركيز الاكاديمي، يعني هو بيتاكد انك بتعرف تستخدم اللغه في البيئه الاكاديميه، وعشان كده معظم الجامعات بتفضله عن اي امتحان تاني. 2، الفاست ريزلتس او النتائج السريعه، تقدر تستلم نتائج التوفل بعد 4 ل 8 ايام من يوم الامتحان. يعني لو عندك ديدلاين ومحتاجه بسرعه حرفيا تقدر تحجزه معايا دلوقتي، تروح تمتحن بعد بكره لو عايز، وبعد 4 ايام يبقى معاك الشهاده. 3، الانتجريتد تاسكس او المهام المتكامله. يعني ايه دي بالظبط؟ الامتحان بيدمج مع بعض كل مهارات اللغه، الليسننج وسبيكنج ورايتنج وريدنج، وبيحطك في مواقف حقيقيه كانك فعلا قاعد في بيئه كل اللي حواليك بيتكلموا انجلش، وبالتالي بيبقى احسن بكتير من باقي الامتحانات اللي بتفصل كل مهاره عن التانيه. طيب فهمنا ايه هو التوفل وايه مميزاته، ازاي نحضر له؟ مبدئيا لازم تعرف ان الامتحان بيتكون من 4 اجزاء اساسيه. 1، الريدنج او القراءه، بيشوف انت بتعرف تفهم الكلام اللي مكتوب ولا لا، دول بيبقوا 20 سؤال مدتهم 35 دقيقه. تاني حاجه الليسننج او الاستماع، بيشوف انت بتعرف تفهم الكونفرزيشنز او المحادثات وكمان اللكتشرز او المحاضرات ولا لا، ودول بيبقوا 28 سؤال مدتهم 36 دقيقه. في الريدنج والليسننج اللي هم اول مهارتين الدرجات بتبقى صح او غلط، يعني كل سؤال هتجاوب عليه يا اما صح تاخد نقطه يا اما غلط بتروح منك النقطه، يعني مفيش اي تدخل بشري في التصحيح. المهاره الثالثه هي السبيكنج او التحدث، هنا بيشوف انت بتعرف تتكلم وتعبر عن نفسك بالانجلش ولا لا. طيب لو في اي موضوع سمعته هل تعرف تتناقش فيه؟ ودول بيبقوا 4 تاسكس او مهمات بتعملهم في 16 دقيقه. ورابع مهاره هي الرايتنج او الكتابه، ده بيشوف طريقتك في الكتابه عامله ازاي، استخداماتك للمصطلحات للجرامر، هل بتعرف تعبر عن رايك وتستخدم الكلمات الصح ولا لا. ودول بيبقوا 2 تاسكس او مهمتين بتعملهم في 29 دقيقه. تاني مهارتين اللي هما السبيكنج والرايتنج في حد متخصص هو اللي بيصلحهم وبيشوف دقه استخدامك للغه عامله ازاي. وفي الاخر كل مهاره من دول بتاخد عليها درجه من 30، فيبقى مجموع الدرجات في التوفل كله من 120. ومده الامتحان بتبقى حوالي ساعتين او اقل حاجه بسيطه، ويبقى كله على الكمبيوتر وبتخلصه كله مره واحده، يعني ما ينفعش توقف تعمل حاجه وبعدين تكمل. عارفه ان كل ده يبان صعب بس ما تقلقش، هنتكلم خطوه بخطوه ازاي تحضر نفسك. والسؤال هنا ازاي تقدر تمتحن التوفل؟ عندك طريقتين. اول واحده انك تنزل سنتر تمتحن، يكون في معاهد متخصصه فيها الامتحان، بتروح بتلاقي الكمبيوتر مستنيك، في حد تكنيشن قاعد معاك لو حصل اي مشكله تقنيه، في حد بيشرح لك ايه اللي بيحصل وكل حاجه متظبطه. ونصيحه دي احسن طريقه تمتحن بيها. او انك تمتحن في البيت، هنا بتحتاج انترنت ثابت، اوضه هاديه وفيها اضاءه كويسه، وبتنزل براوزر معين قبل الامتحان. وطبعا بما ان الامتحان بيكون اونلاين بتفتح الكاميرا بتفتح المايك، وده معمول عشان لو حد عايش في حته بعيده ما فيهاش سنتر تابع لETS اللي هي الشركه المنظمه للامتحان برضه يقدر ياخد الامتحان ومفيش حاجه توقفه. لكن نصيحه لو جنبك سنتر انزل امتحن فيه، ده احسن بكتير. ممكن النت يقطع فجاه، يعملوا اصلاحات فجاه، يحصل اي دوشه حواليك، فخلينا نتلاشى الحاجات دي وتنزل تمتحن في السنتر. ولو عايز تعرف في سنتر قريب منك ولا لا هوريك برضو ازاي تعرف. والسؤال الشهير هو ازاي اجهز للامتحان؟ انا حاسه ان الموضوع صعب، اللي انت بتقوليه ده صعب جدا، انا هقعد ساعتين بكتب وبقرا وبسمع بالانجلش وانا لسه لغتي ما وصلتش للمرحله دي، ازاي انا هعمل ده واجيب سكور كويس؟ تعال اقول لك. مبدئيا انت خلاص عرفت ان التوفل هو محاكاه لواقع حقيقي، كانك قاعد في محاضره بتسمع المدرس بيقول حاجه تكتب وراه نوتس بعدين بتتجاوب معاه. فاللي عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نعودك على البيئه دي،
دي. طب هتعمل ده ازاي؟ عندك طرق كتيره جدا. اولا في مصادر على موقع ETS الرسمي سواء ببلاش او بفلوس تقدر تستخدمها، هقول لك عنهم سريعا بعدين هنقعد مع بعض دلوقتي على الكمبيوتر اوريك ازاي توصل لهم. اول مصدر منهم هي البراكتس تيست او الموك تيست، ده بيبقى امتحان كامل زيه زي الامتحان الطبيعي بالظبط، بتمتحنه ببلاش وانت قاعد في البيت، بتشوف الامتحان عامل ازاي، تعرف الخطوات تبقى عامله ازاي جوه، الانستراكشنز عامله ازاي، شكل الامتحان ايه، وبيديك السكور بتاعك عشان تعرف مستواك فين والسكور اللي انت عايزه هو ايه، فتعرف الجاب دي تملاها ازاي. طبعا مهم جدا ان الامتحان اللي هتمتحنه في السنتر ما يبقاش اول امتحان ليك، لان الموك تيست ده بيدربك انك تفهم الامتحان، تعرف نقط الضعف والقوه عندك فتبدا تشتغل عليها، تحسن التايم مانجمنت سكيلز او انك تعرف تدير وقتك بشكل صح جوه الامتحان، ويخليك واثق من نفسك وانت رايح تمتحن. 2 في TPO او توفل براكتس اونلاين برضو من ETS لكن ده بفلوس. 3 في كتاب كامل ETS عاملاه اسمه The Official Guide to the TOEFL Test، بيبقى فيه بقى استراتيجيات ازاي تنظم وقتك جوه، ازاي ترد على كل سؤال، اشكال الاسئله عامله ازاي. 4 في ويبينارز زي لايف سيشنز بتعملها ETS مع خبراء يكلموك عن الامتحان وازاي تحضر نفسك وايه التدريبات اللي تعملها. واخيرا انك تتدرب مع نفسك من غير المصادر دي، وده عشان تحسن اللغه بشكل عام مش بس عشان الامتحان. يعني مثلا لو هتشتغل على القراءه تعود نفسك انك تقرا مقالات اكاديميه، تعود نفسك ان اي حاجه تيجي قدامك تعرف تقراها بسرعه وتطلع منها النقاط الرئيسيه. في الليسننج تتعود تسمع بودكاست بالانجلش، تتفرج على افلام بالانجلش بترجمه انجلش. السبيكنج تقعد تصور نفسك وانت بتتكلم او تتكلم قدام المرايه تشوف هتعرف تتكلم عن موضوع معين مده قد ايه. الرايتنج تعود نفسك انك تكتب اسايز ليها انترودكشن واضحه، ليها باراجرافز البادي متقسم، فيها كونكلوجن في الاخر. دي كلها حاجات ممكن تعملها لوحدك عشان تحسن اللغه، لكن لو عايز تجهز نفسك مخصوص للتوفل فيلا بينا نروح للكمبيوتر عشان اوريك ازاي تلاقي المصادر اللي قلت لك عليها وتحجز الامتحان باقل من سعره اللي موجود على الويب سايت. يلا بينا نمشي مع بعض خطوه بخطوه عشان نلاقي كل المصادر اللي قلت لكم عليها اللي ببلاش واللي بفلوس ونحجز الامتحان باقل من سعره. لو نزلت تحت في الديسكربشن هتلاقي لي سايبه لك الموقع ده الموقع الرسمي للتوفل. اول حاجه هندوس مع بعض على ريجستر ناو عشان نعمل اكونت على الموقع. هتدوس هنا عند كرييت ان اكونت، هتكتب هنا الايميل ادرس بتاعك وتنزل هنا تعمل اي باسورد، لكن خلي بالك لازم تبقى 8 حروف او ارقام، فيها حاجه كابيتال وفيها سبيشال كاركتر، لكن خلي بالك لازم تكون على الاقل 8 كاركترز، لازم يكون فيها لور كيس يعني حرف سمول، upper case حرف capital، ويبقى فيها رقم ويبقى فيها special character. فلو اسمك سارة مواليد 2005 ممكن نعمل الاس capital سارة 2005 ونعمل علامة مثلا في الآخر. بعدين هننزل تحت وندوس على continue، هيفتح معانا الصفحة دي. وقبل ما ندخل في حجوزات الامتحان وازاي نحجزه بسعر أرخص من السعر ده، عايزة أوريكم حاجة مهمة قوي. هنيجي هنا عند الجنب شايفين view test ready دي، هندوس عليها هتودينا الموقع تاني عليه المصادر اللي قلت لكم عليها، وهيفتح معانا الموقع ده. لو نزلت تحت هتلاقي الاوبشن ده انه يعمل لك خطه كامله تجهزك للتوفل متفصله عشانك ببلاش، ودي بصراحه احسن حاجه تبدا بيها. هندوس هنا على كرييت بلان ويسالك شويه اسئله بناء عليها هيحط لك الخطه. اول حاجه ايه التارجت بتاعك، والتارجت هنا انت لو مقدم على وظيفه او مقدم على منحه بيقول لك احنا عايزين سكور التوفل مينيمم كذا، عاده بيبقى من 60 ل 80 بس خلينا نعلي البار شويه يبقى من 80 ل 100. ندوس كونتينيو، هيجي السؤال اللي بعده بيقول لك لما تحط في اي بيئه اكاديميه فيها ناس بتتكلم بالانجلش ايه اكتر سكيل بتكون واثق من نفسك فيها. انا هكتب اي حاجه ليتس سي الريدنج، دوس كونتينيو، ويجي السؤال اللي بعده طب ايه اكتر حاجه انت ما بتبقاش واثق فيها. معظم الناس ما بتبقاش واثقه في طريقه الكلام بتاعتها فاختار سبيكينج وادوس كونتينيو. طب ايه هدفك من الخطه دي؟ هل انت في سكور في دماغك معين عايز توصل له، ولا عايز تحسن السكور بتاعك من الامتحان اللي فات، ولا عايز بس تعرف على محتويات الامتحان او عايز تعرف على شكل الامتحان والفورمات بتاعه؟ خلينا نقول انا عايز اوصل لسكور معين. طب انت عايز الخطه دي تاخد وقت قد ايه؟ نصيحتي احجز الامتحان قبلها ب3 أو 4 شهور واقعد الفتره دي درب نفسك. فاحنا هنختار اكتر من 8 اسابيع. هتلاقيه عمل لك هنا الخطه، دوس على داونلود بلان وهتطلع لك هنا دي خطه متفصله عشانك خلال 12 اسبوع. بص 3 شهور اهم جاهزين كلهم قدامك. كل اسبوع بيقول لك هتعمل ايه. لو دوست مثلا هنا عند اول اسبوع هلاقيه نزلني عند ويك 1، ودي التاسك اللي محتاجه اخلصها في اول اسبوع. تعالوا نقراها مع بعض. مبدئيا بيقول لك حدد الاهداف بتاعتك، وبعدين اعمل فول براكتس تيست، حل امتحان كامل، وبعدين قارن السكورز بتاعتك بالسكورز اللي انت عايز توصل لها. طب انا مش عارفه هعمل ده ازاي. هروح نازله تحت شويه هلاقيه حاطط لي كل حاجه. مبدئيا هو بيسالني ايه الجول اللي عايزه توصلي له، خلينا نقول ان احنا عايزين نوصل ل 30 في كل واحده من دول. تمام. تاني حاجه محتاجه اخلص براكتس تيست كامل. طيب هاخده فين؟ هلاقيه حاطط لي هنا لينك، لو دوست عليه هيفتح لي الموقع اللي احنا كنا فيه في الاول. عشان انزل تحت والاقي هنا بيقول لي فري فول براكتس تيست
بدخل على كل مهاره من دول احل التست بالكامل وبعدين اروح واخده درجاتي واحطها في البي دي اف. بيقول لي بعد كده كومبير الجول سكورز اللي عايز توصل لها بالكارنت سكورز اللي انت جبتيها في الامتحان. احط الجول اللي عايزه اوصل له هنا مثلا 30 ولاتس انا جبت في الامتحان مثلا 17، فيبقى فاضل هنا 13 درجه انا محتاجه اشتغل عليهم. تاني حاجه محتاجه اعملها الاسبوع ده هو ان انا اتعرف اكتر على اقسام الامتحان. هتلاقي هنا بيحكي لك عن اقسام الامتحان عامل ازاي، بعدين بيسيب لك هنا questions لو دوست على كل واحد فيهم هيوديك لصفحه تانية بتكلمك اكتر عن الموضوع ده. هنا مثلا جاب لي فيديو بيكلمني على مهاره السبيكنج ونوع معين من الاسئله فيها وازاي اجاوب عليه. طيب هكمل تحت شويه هلاقيه بيقول لي tips and tricks اعملها عشان احسن من مهاره السبيكنج عندي. هنزل تحت شويه الاقيه بيكلمني على الريدنج والليسننج والرايتنج. خلي بالكم هو قسم السبيكنج لوحده عشان قلت له ان دي المهاره اللي انا ضعيفه فيها وعايزه احسنها. هلاقيه بيكلمني اكتر عن الريدنج عامل ازاي، مدته قد ايه، وكذلك برضو في هنا اسئله كتيره حاجات ممكن اقعد اتفرج عليها. بعد كده الليسننج نفس الشيء، واخيرا الرايتنج. طيب تالت حاجه بيقول لي يلا بقى نبراكتس على كل الحاجات اللي انت قريتيها دي. اول حاجه في اختبار ريدنج، لو دوست مثلا هنا هلاقيه بيوديني للويب سايت تاني عشان اخد اختبار ريدنج. هلاقيه رجعني للويب سايت بتاعنا عشان لو نزلت تحت ودوست هنا على فري تو يو هلاقي تحت عندي حاجه اسمها فري سكشن تيست سامبلر. اخد السكشن الواحد المهاره الواحده واختبر نفسي فيها، لكن دي كلها سامبلز يعني بقى ليها ليميت وبعدين بتخلص منك. كذلك الليسننج وفي براكتس تيست هنا ليها، والسبيكنج، وبكده نكون خلصنا اول اسبوع. بيقول لك في اخره يلا تيك بريك اند ريفلكت، اقعد كده يوم اهدى اكتب هنا كل الحاجات اللي انت اتعلمتها، ايه الحاجات اللي عايز تشتغل عليها. هتقعد تمشي على الخطه دي لغايه ما يجي الامتحان بتاعك، وهتلاقي كل اسبوع التاسكس بتبدا تصعب شويه. عايزه اقول لك على حاجه، ممكن في النص تلاقي الفري سامبلز دي قفلت لان ليها ليميت. ساعتها يا اما تشتري سامبلز زياده يا اما تتدرب انت لوحدك على اي قطعه بره، لكن مش هيبقى في حد يصلحها لك. يصلحها لك بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان احنا لو اخدنا فري سكشن براكتس سامبلر ده واخترت مثلا السبيكنج، بلاقي ان هنا بيقول لي بالظبط الانستراكشنز اللي هتحصل جوه الامتحان. لو دوست على ستارت هلاقيه فتح لي هنا ليكتشر هقعد اسمعها، وبعدين هيديني هنا 20 ثانية اقعد افكر في سؤال هو سألني على الحاجة اللي سمعتها، وبعدين هيديني دقيقة اقعد اتكلم. خلي بالكم ان هو هنا دلوقتي انا مدياله اكسس للميكروفون فهو سامع كل حاجة انا بقولها. حاول ارد على السؤال اللي انا ما سمعتهوش دلوقتي ده. بعد ما رديت على السؤال هدوس كونتينيو وهستناه يحلل اجابتي 3 أو 4 دقايق وهيطلع لي النتيجه. طبعا انا جاوبت اي حاجه فاداني سكور 2 من 4. طيب انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي انا قلتها غلط. هدوس على ديتيلد انسايتس هلاقيه جاب ترانسكريبت الحاجات اللي انا قلتها. طبعا اول مثلا جملتين كنت بتكلم عربي فما سجلش، وهنا لو عايزه اتكلم للكلام اللي انا كنت بقوله. وهنا what does this score mean، يعني الكلام ده معناه ايه، معناه ان انا عايزه اشتغل على ايه مثلا، معناه انه ايه المشاكل اللي موجوده في السبيكنج بتاعي. لو نزلت تحت هلاقي تحليل لكل حاجه، انا وقفت قد ايه في النص، البرونانسيشن بتاعي كان عامل ازاي، الريذم او الكلام ورا بعضه كان عامل ازاي، طب اللغه اللي انا استعملتها في اي جرامر ميستيكس، الفوكابلري اللي استعملتها. فهو كده بيوريك بالظبط ايه اللي هيحصل في الامتحان وهو هيقيمك على اساس ايه. طيب كده احنا جربنا البراكتس سامبلر ده، كمان فول براكتس تيست هتلاقيه بيعمل نفس الحاجه لكن في الاربع مهارات. ولو عايز تشتري سامبلز زياده تقدر تشتري من هنا شوب تيست بريب، هتلاقي الكتب اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو، هتلاقي براكتس تيست زياده، هتلاقي فيه الموك تيست ده فعلا بيتصلح وبيرجع لك الاناليسيس بتاعته بعد 24 ساعه. هتلاقي من الحاجات الشهيره جدا الفوكسد براكتس، يعني مثلا الريدنج في نوع من الاسئله شبه بعض فيروح جايب لك اسئله كتيره قوي من نفس النوع، لان النوع ده مثلا انت مش عارف تحله وتقعد تتدرب عليهم. اخيرا لو دوست فوق هنا على انسايتس هتلاقيه بيقول لك انت بقالك كام يوم بتتدرب، فاضل لك كام يوم على الامتحان بتاعك لو انت حاجز الامتحان، وهنا الانسايتس اللي بتطلع بعد ما تحل الامتحانات. كمان لو دوسنا على other resources اللي فوق هنا هلاقيه بيديني فيديوهات بتكلمني عن كل مهاره وازاي احلها. ولو نزلنا تحت شويه ودي من اهم الحاجات اللي لازم تقراها هو what to expect on test day، او يوم الامتحان ده هيبقى عامل ازاي. يعني مثلا لو هتنزل تمتحن في السنتر ايه الحاجات اللي هتجيبها معاك، تيجي قبل الامتحان بقد ايه، ولو هتمتحن في البيت ايه الحاجات اللي محتاج تكون موجوده عندك، الاوضه هتبقى عامله ازاي. فمهم جدا انك تقراهم قبل الامتحان. هرجع بقى لاول موقع خالص كنا واقفين فيه، كنا واقفين في اللاندنج بيج دي اول ما فتحنا عشان نحجز مع بعض الامتحان. مبدئيا سعر الامتحان دلوقتي زي ما انت شايف هو $205، يعني بحسبه الدولار النهارده حوالي 10000 جنيه. فتعالى اوريك ازاي تحجزه بارخص من كده. هندوس على ريجستر ناو، هتكتب اللوكيشن بتاعك المكان اللي انت عايش فيه، او تدوس هنا على طول على يوز ماي كارنت لوكيشن عشان يجيب لك اقرب حاجه ليك. هيبدا يجيب لك هنا الايام المتاحه، وزي ما قلت لك نصيحه احجز قبل الامتحان ب3 أو 4 شهور، فهنروح شويه قدام. ولنقل لشهر 5. الحاجات اللي بالازرق دي الحاجات الاونلاين، المواعيد اللي ممكن تمتحن فيها اونلاين من البيت، والمنقطين دول تقدر تمتحن فيهم في السنتر، واللي فيهم الاثنين تقدر تمتحن فيهم اي حاجه. خلينا نختار يوم 10، ده شكله يوم لذيذ قوي، هلاقي موجود في امد ايست. اتاكد ان انت فوق هنا دايس على تيست سنتر، شايفين دي تبقى تيست
سنتر مش اونلاين، تبقى تيست سنتر. هنا هختار هنا امد ايست، وبعدين هختار الميعاد اللي موجود وهدوس على سيف اند كونتينيو. الخطوه دي بقى مهمه جدا، هتنزل تحت ولازم تجاوب على كل الاسئله دي بنفس المعلومات اللي موجوده عندك في البطاقه او الباسبور، لانك يوم الامتحان لازم تاخد معاك اي بطاقه هويه زي البطاقه بتاعتنا او الباسبور ويبقى فيها نفس المعلومات، فاسمك يبقى مكتوب بالظبط، وطبعا الجندر والعنوان بتاعك زي في البطاقه بالظبط، ورقم تليفونك، وفي الاخر بتدوس continue to cart. بعدين هتروح جاي هنا عند order summary تدوس على add voucher او promo code وتكتب الكود اللي هقوله لك دلوقتي ده، واللي هسيبه لك تحت في الديسكربشن لو عايز تاخده كوبي بيست، وهو ETS EG25، وتدوس apply. هتلاقيه خصم $50 من سعر الامتحان، يعني حوالي 2000 جنيه ونص، وبكده يبقى سعر الامتحان $153 بدل 205. هتدوس هنا على proceed to payment، وفي الاخر تدفع بالكريدت كارد اللي معاك. نصيحة، أنا معرفش البرومو كود ده هيفضل لغاية إمتى، وأول ما اكتشفته قررت أعمل كل الفيديو ده عشان فعلا الناس تستفيد بيه، فنصيحة حتى لو أنت مش جاهز احجز الامتحان قبلها ب4 أو 5 شهور حتى، وابدأ جهز نفسك الفترة دي، لكن احجزه من دلوقتي عشان تستفيد بالبرومو كود. بس كده، بعد ما تحجز الامتحان بتلاقيه موجود في ماي تيستس، هنا بتلاقي التاريخ واللوكيشن والستاتس إذا كنت امتحنت ولا لسه، وبعدين بتطلع لك الدرجات هنا من ماي سكورز. وأحيانا الجامعة اللي أنت بتقدم عليها بتشترط إن الدرجة تروح لها على طول من ETS الشركة اللي بتنظم الامتحان، فأوبشن زي ده تقدر تعمله برده من هنا. ومعاك لغايه 4 جهات تبعت لهم الدرجات على طول من ETS ببلاش، وطبعا الدرجات بتفضل فاليد معاك، تقدر تستخدمها لمده 2 بعد الامتحان، وتقدر تقدم بيها على اي عدد انت عايزه من الوظائف او الابليكيشنز او المنح. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا عن التوفل، ازاي نجهز له، ازاي نعمل خطه عشان ندرب نفسنا، وازاي نحجز الامتحان بالكود. لو عندكم اي اسئله عن الامتحان سواء ازاي نحجزه او نحضر له، سيبوها لي تحت في الكومنتس. باي باي.